مادة الجيم والنون دي مأخوذة من الستر والتغطية كلها، فلما جن عليه الليل يعني ستر وأظلم، والجنون ستر الايه؟ ستر العقل. الله، الجنة تبقى ايه؟ قال لك ايه؟ لأن أشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها، مش لسه قد كده اللي يمشي فيها او يدخلها يبقى باين، او تستره عن الوجود الاخر. ليه؟ قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه، مش هيطلع منها، ما يروحش بره تاني. الله، اذا كلمه جنه معناها ايه؟ المكان اللي فيه ايه؟ خضره، هذه الخضره تروق بمنظرها، تعجب بثمارها، ومن شده قوتها تستر من ايه؟ او تحجبه عن مكان اخر، لان فيها كل ما ايه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول له وعدنا، وعد الله المؤمنين وهم جماعة والمؤمنات وهم جماعة، والموعود به جنات، يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم آحاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني وعد الله المؤمن جنة ووعد الله المؤمنة جنة، مش كده؟ والأفراد هتتكرر، يبقى الموعود به جمع والموعود ايه؟ يبقى تقتضي القسمة ايه؟ زي ما قلنا كده، الأستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ أخرجوا كتبكم. يعني ايه أخرجوا كتبكم؟ أخرجوا أمر لجماعة وكتبكم جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم ايه؟ كتاب. خلاص، امسكوا أقلامكم، تقول للجماعة مثلا لهم دواب معوطوها أو سيارات، اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل واحد منكم ايه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وزع الجنات على أفراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين، يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنة. لكن في آيات في القرآن ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا، تنبه إلى معطيات الألفاظ في سياقها ومقاماتها، لأن سورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط، وإنما تتكلم عن الإنس والجن. خلق الإنسان من صلصال إيه؟ وخلق الجنة، وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه؟ الله، إذن بيتكلم على هذا. يبقى للجن جنة وللإيه؟ من خاف مقام ربه، إنس ولا مين؟ فإنس يبقى له جنة، وجن يبقى له إيه؟ أو أن لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى علم أزلا ما يصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور، فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنات على قدهم والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم، لا، ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر، ولكل واحد نار، مش هنبقى ننشئ، لا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها، يوم ربنا يوزعها على الباقي، وتلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم إيه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله، ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه، وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه، واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه؟ عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب، ما يعرفش القلة ايه، يبقى لازم انت عارف القلة معناها ايه وهو عارف القلة معناها ايه، لازم كده. يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الألفاظ توجد أولا ثم توجد المعاني، أم توجد المعاني أولا ثم توجد لها الألفاظ؟ نشوف كده، التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. إذا لما اخترع ابتدأنا نجيب له ايه؟ يبقى إذا المعنى يوجد ايه؟ أولا، وبعدين يوجد له مين؟ الاسم. فإذا وجدت لفظا في اللغة فاعلم أن هذا المعنى وجد أولا ثم وضع له اللفظ الذي ايه؟ يؤديه. ولذلك
هذا أقرب دليل عند من ينكرون وجود الواجب الأعلى وهو الله. نقول له الله دي في لغتك ولا لا؟ لفظ بتكلم بيه؟ حتى لما تقول الله غير موجود، ده لفظ عندك ولا مش لفظ ده؟ طب واللفظ لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى، يبقى نطقك به دليل أن معناه موجود. يبقى إذن قولك الله غير موجود كلام باطل، لأن ما دام قلت الله وجبتها في لغتك كده يبقى لازم معناها إيه؟ وجد قبل وجود اللفظ. والكفر طرأ على اللفظ فستره، ولذلك سموا الكفر ستر. هو الستر يكون إلا لموجود؟ يبقى الذي كفر عمل إيه؟ ستر موجودا. يبقى الكفر دليل الإيمان ولا مش دليل الإيمان؟ الكفر. وإلا فسترت ماذا يا كافر يا ملعون؟ ان انت سترت لازم شيء موجود. ومن اين دخل لفظ الله على لغتك لو لم يكن المعنى الذي يدل عليه لفظ الله موجودا قبل ان تتكلم به؟ يبقى لازم كده. الجنة بقى كل الفاظ القرآن نبص، الجنة اطلقت في القرآن على معاني كثيرة قوي. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة بربوة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. واضرب لهم مثلا إيه؟ رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين. الله، إذن الجنة تطلق في دنيانا على الإيه؟ على المكان إيه؟ اللي فيه إيه؟ زروع وفيه ثمار وفيه أشياء تحجب الإنسان إن دخلها أو تمنع الإنسان بالخير الذي فيها عن أن يروح لحتة تانية. وتطلق الجنة على. فإذا أراد الله أن يبشرنا بشيء في الآخرة يوم يجيب ألفاظ إيه؟ مش الألفاظ من بتاعتنا، يجيب لفظ من اللي عندنا. ولذلك قال إياك أن تفهم أن هذه هي الجنة، لأن أنا بجيب لك اللفظ اللي عندك اللي أنت تعرف معناه. لكن ده الجنة بتاعت ربنا فيها ما لا إيه؟ عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب. طب ما دام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نجيب له لفظ منين؟ طب ده اللفظ ما يوجدش إلا إذا كانت المعاني موجودة. يبقى مش ما يجيب لكوش لفظ يؤدي هذه المعاني. يوم يقول لك أنا هديك بس تقريب كده. ولذلك يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. مش هي مثل الإيه؟ الجنة التي وعد. لما هم يتكلموا بقى عن الجنات في الآخرة قال لك ما هي؟ قال لك أنت تأخذ صورة من المجتمع اللي أنت عايش فيه. إنسان عايز يسكن يا دوب يبقى له أوضة، ولما يترقى قوي يبقى أوضة وصالة، يترقى شوية يبقى أوضتين، العيال كبروا مش كده؟ وبعدين يشوف له شقة في عمارة، وبعدين يقول يا سلام لما يبقى لي فيلا مخصوصة كده، وبعدين يقول بس الفيلا دي لو لها حتة جنينة كده نبقى نسبحبح فيه. إذا المسألة مش إيواء، مش إيواء بس. الإيواء ده يبقى اسمه سكن، إنما المتعة في الإيواء ده موضوع آخر. أهل الجنات بتاع الموضوع الآخر ده بقى، بدليل أن الله يقول بعدها ومساكن طيبة. يعني فيه جنات وفيه إيه؟ فيه مساكن. ليه؟ أم قال لك لأن في ساعة الإنسان عايز كده يبقى قاعد لوحده والمتعة بتاعته موجودة قدامه ولا حدش، وفي ساعات بده يعمل جلوة كده في الخلا يقعد فيه، زي ما بنعمل كده في الأيام المناسبات ونطلع على الإيه؟ البساتين والحدائق ومش عارف ايه، وكل ما كانت بساتين واسعه كده نفرح بها ايه كلنا. فكأن الجنات امر للرفاهيه الزائده المجتمعه الضاحيه، يعني اللي اتمتع بها انا وانت وتشوفها وده. والمساكن بقى للايه؟ للخصوصيات بقى، للايه؟ للخصوصيات. فقال لك الجنات دي هي صوره من البساتين، بس بساتين ليست من صناعه الاسباب ولكنها من صناعة المسبب. طب ده احنا لما نروح لواحد غني ولا حاجة ونشوف عامل حديقة كده في القصر بتاعه، وبعدين جايب واد بستاني كويس عامل فيها زهور وعامل فيها مش عارف ايه، بنشوف تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك ايه؟ وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب إذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب، ده المسبب هو اللي عاملها، يبقى شكلها ايه دي بقى؟ جنات تبقى ايه دي؟ تبقى الذي وعد هو مين؟ الله، قادر على انفاذ ايه؟ ما وعد به. ووعد بايه؟ بجنات.
اداك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات، وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل ايه، وبعد ذلك اعطى تميز الجنات. تميز الجنات انها مكان واسع ما فيش فيه مباني، وفيها زروع، وفيها ازهار جميله، وفيها اشكال تروق العين واشكال تروق اللمس ناعمه وريحه، كل العمليه دي. قال لك ومن اهم جمالها ان تجري الانهار خلالها. طب الانهار اللي بتجري دي عايزه منابع، أم قال لك أهو ده بقى الجمال في صنعة الخالق. قال لك ده الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حتة تانية. وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها إيه؟ من ذاتية. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا أخي أنت جبت المية من الكوبانية، يقول لك يقول لك برضه تعمل موتور كده ويطلع لك مية من الأرض، يمكن الايه الميه تنقطع ولا اعمل لك سهريج. الله، اذا بقول في روافد، في تجري من تحتها وفي ايه وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت جنه يجري على مين، واللي بينبع من الجنه دي تحت الجنه دي يروح لمين، للجنه. تبقى ما فيهاش تحيز ملكيه ولا اي حاجه، لانها لمن الملك هو الواحد، دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها الى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى، يقول لك انت تعرف في الانهار انها ذات شطآن. لا يا اخوان، انت هتشوف الميه بتجري كده من غير شواطئ، يمسكها الذي امسك السماء على الارض ان تقع على الارض كده، وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على نهر الخمره ونهر الميه ماشي ولا ده اختلط بيدي ولا ازاي الكلام. قال لك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. خالدين فيها. المتعة قد توجد في الدنيا، ووجد انسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا، وتصورات الخلق لانواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبه كده قدام البيت كده ومنظره يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل صالون كبير، والتاني يعمل، وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد امكانياته. على الأول الحق سبحانه وتعالى لما بيتفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا، الامكانيات من عنده، انما هي جزاء على ما فعلت. جزاء تبقى انت اللي حددت ايه، تبقى انت اللي حددت الايه المساحه اللي لك في الجنه، وحددت المسكن نوعه ايه، وحددت انواع النعيم بمقدار ايه، بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك نقوم نقول لك تعال، ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات انسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمه زالت عنه، وياما شفنا مش كده ولا لا؟ الاول نقوم نقول الذي يهدد امن الناس في الدنيا اما ان يذهبوا هم عن النعمه فيموتوا، واما ان تذهب عنهم النعمه فيفتقروا. يبقى اللي بيهدد النعيم في اي بشر ايه؟ حاجتين اتنين، اما ان يفوت النعمه واما ان تفوته النعمه. ام قال لك لكن بقى نعمه الاخره ما فيهاش الحكايه دي بقى، ده دي ايه؟ خالدين فيها. يبقى طمئنا من ناحيه ايه؟ من ناحيه خلودها. ولذلك يقول لك يا اهل الجنه خلود بلا ايه؟ ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الامرين الاثنين اللي بيهددوا ايه؟ الامر اللذان يهددان نعيم الايه؟ الدنيا. ام قال لك ده خالدين فيها، وخالدين فيها ابدا. واذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس ايه؟ طويل، لكن الخلود على التأبيد يبقى اخذ ايه؟ كل الزمن الذي لا ايه؟ لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا الخلود
استثنى فيه. قالوا إن الاستثناء فيه يناقض الأبدية، زي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماء والأرض انهي، ده السماء هتتكور والأرض هتمور والدنيا، قال لك ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى إذا ما دامت السماوات والأرض أي الأرض الإيه والسماء الإيه المبدلة. ما هو السطح اللي ما قراش القرآن كله يقول لك اهو يا اخويا القرآن بيقول لك ايه ما دامت السماوات والأرض، وبعدين يقول اذا الشمس كورت والسماء انكوت، ويضيع الأرض والسماء، يبقى خالدين ما فيش خلود. يقول له لا يا اخي اقرا القرآن كله، اقرا القرآن كله عشان تعرف ان ربنا قال يوم تبدل الأرض دي أرض معاش وسماء معاش، انما ديك أرض معاد وسماء معاد. أرض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج إليها لتقيم حياتك، تزرع فيها وتقلع وتطلع، إنما ما دام أنت هتاكل بكون القدرة هتعيش في نعيم الآخرة لا بالأسباب ولكن بمين؟ بالمسبب. ساعة ما يخطر الشيء على بالك تجده، يبقى لا هتحرط ولا تبذر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة. يبقى إذن الأرض اللي موجودة الآن أرض إيه؟ معاش، والارض اللي هتيجي تبقى ارض ايه؟ معاد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ارض المعاش تنعم فيها وتاخذ بقدر امكانياتك، ولكن ايه؟ ارض المعاد هتاخذ بامكانيات مين؟ بامكانيات الحق سبحانه وتعالى. ساعه ما يخطر الامر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك. وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم الى قطع مسافات التعب في وسائل المتع. يعني احنا مثلا لما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب ونعمل مش عارف ايه، لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرس كده يقول لك الايه؟ يجي لك الشاي، يبقى قللت ايه؟ لكن قول لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها، ايوجد شيء بمجرد ان يخطر ببالك تجد امامك؟ اكيد اللي ايه؟ اللي هتكون في الايه؟ ليه؟ لأن دي كانت بتاعت أسباب، إنما دي بتاعت مين؟ بتاعت المسبب. إذن قول الحق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام قلنا المبدلتين إلا ما شاء ربك. يبقى استثنى ولا ما استثناش؟ يبقى فيه ما فيش خلود، اللي سعدوا هيبقاش لهم خلود. وبعدين هناك وأما الذين شقوا ففي الإيه؟ في جهنم خالدين فيها إيه؟ إلا ما دامت السماوات والأرض إلا. طب معقول اللي دخل النار إنما اللي دخل الجنة ده يبقى إلا ما شاء ربك مش هيقعد يعني يستثني له؟ قال لك لأن الجنة والنار لهم خطين، بمجرد الإنسان ما يحاسب إيما إلى جنة إيما إلى نار، هذا الخطين. فبمجرد ما ينتهي حسابه إن كان من الكفار يبقى بدأ خلوده من إمتى؟ من أول لحظة في دخول النار. ويظل ده ولا ما يظلش؟ طوال، يبقى ما فيش استثناء له، لأنه من أول لحظة دخل ويفضل الإيه؟ الخلود للآخر. طيب وإن كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار عشان على قد ما عمل من اللحظة كده على قد ما عمل من السيئات، يبقى خلد في النار ولا يصير إلى جنة؟ يصير إلى، يبقى هياخد شوية في النار اللي ما غفرلوش ربنا، يعني ياخد شوية في النار وبعدين يخرج من الإيه؟ يبقى اللي دخل النار أولا حالتين، حالة أبدية في الكفر، وفي عصاة المؤمنين حالة ابتدائية وليست إيه؟ أبدية، يطلع كده وبعدين يروح الجنة. يبقى الخلود ناقص في عصاة المؤمنين من إيه؟ من الآخر. وفي الأول من الابتداء. إزاي بقى؟ أم قال لك الجماعة اللي عملوا صالح وما عملوش أي حاجة هيدخلوا الجنة إيه؟ ابتداء وخلود، ياخدوها ابتداء وخلود. طب واللي عمل الشوية بتوع النار دول ما يدخلش ابتداء إنما لما يدخل ما يخرجش. يبقى نقص أهل الجنة من الأول
ونقص أهل النار من الأخير، وذلك هو معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ومساكن طيبة. قلنا بقى مساكن غير جنات، ومساكن ايه طيبة في جنات عدن. برضو جنات جت تاني، يعني المساكن نفسها في ايه في جنات، يعني القصر اللي هيبقى للمسكن للمؤمن في قلب ايه كمان في قلب جنة. يبقى فيه جنان عامة زي اللي بنسميها الايه المتنزهات العامة دي الكبيرة دي، وفيه برضو كل واحد مسكنه في ايه في جنة خاصة له. ومساكن طيبة في جنات ايه عدن. كلمة عدن دي مادتها العين والدال والنون، معناها الإقامة. عدن في المكان يعدن أو يعدن إذا إيه إذا أقام. يبقى جنات إقامة. جنات إيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن تسكن شيئا لا على الإقامة كما تسكن في فندق ولا تسكن في حتة مثلا، إنما جنات إقامة تبقى فيها مستوفية إيه؟ مستوفية كل ما تتطلبه إيه؟ ما تتطلبه حياته. طيب هب أن الإنسان أخذ النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين خالد فيها، ومساكن طيبة، والمساكن طيبة أيضا في إيه؟ مش بس مدينه البساتين العامة دي، لا برضه حاجات إيه؟ حاجات خاصة له. وجنات عدن يعني إقامة، إن حبيت تقيم فيها تقعد كده تلاقي فيها كل إيه؟ كل متعك. أم قال لك ده كلام ماشي. في جنات عدن